راح اقول لكم الصراحه لاني ما اعرف اجامل ولا مضطر اجامل ولا خايف من حدا اساسا. اسمع، الفلسطيني اول ظهوره من جزيره كريت في اليونان. الموطن الاصلي له كريت، حتى انه ما يشبه العرب، حتى عنده حساسيه من كل شيء اسمه عربي وخليج وعقال وقطره وعقال، يتحسس ليش كذا، قوميته وجينات ما ادري هذا. من كريت راح مع الجنرال الروماني كمرتزق، بالانجليزي يسمونها مرسينرز، او يقاتل بالاجره. نفس اليوم بالقطاع لما يقاتل بالاجره مع ايران، ملاري قم وطهران، نفس المهنه ما غيرها الفلسطيني للامانه لليوم، المهنه ثابته، المهنه هي الارتزاق، ولليوم القضيه يتاجر بها كارتزاق. لا للامانه، والوضع الطبيعي له كمرتزق يقول لك ما اريد يكون في عندي دوله وسلام واستقرار، هو ما يريد لانه ما يقدر يقود دوله اساسا، راح يتشرد ثاني نهار ويتقاتلون فيما بينهم الفلسطينيين نفسهم، حموسه وفتح وكذا. فمن ال 48 لليوم طبعا قلت لكم راح مع الجنرال الروماني مرتزق مشان يقاتل اهلنا في اورشليم، مسيحيه ومسلمين او يهود. من ال 48 لليوم يحكمها الاسرائيلي، قبل ال 48 الانتداب البريطاني، قبل البريطاني التركي 400 سنه. طبعا هو سلمها، هذا صاحبك اللي يقول انا سلطان المسلم، هو سلمها قالوا تفضل. 400 سنه العثماني، قبل العثماني ولايه قبطيه فرعونيه مصريه. طيب ايمتى حكمها الفلسطيني مثلا؟ ولا ساعه ولا ثانيه ولا دقيقه، للامانه هذا الحقيقه اللي بده يسمع يعني. اورشليم دينيا اقدم من القدس بالاف السنين، اليهوديه اقدم من الاسلام، انبياء اليهود سلسله انبياء واثار عندهم الان في هاي الارض اقدم من الجميع على هاي الارض، ارض بني اسرائيل عندهم اثار. نعم، قل الفلسطيني يطلع لي اثار، يطلع لك بالوعه مجارير تبع صرف صحي بحيفا كاتب عليها مدري 1800 كلام فارغ. روح شوف الاشور بابل سريان غيره والكلدان يعطونك اثار ملوك قلاع. وحتى اليهودي نفس الشيء يعطيك اثار وكذا قديمه في هذه المنطقه. الفلسطيني ما يقدر، ما عنده المال الامان، ما حكم. سلسله انبياء سلسله حكام على هاي الارض يهود موجود. فلسطين ما يقدر يعطيك غير ابو عمار وابو مازن، يقدر يعطيني حدا حكمها؟ ما يقدر. عدل لي 10 رؤساء من حكموا فلسطين، ما في شيء اصلا، ما في حكم، ما كان في حكم. كانت حكومه رديفه، ارض مشاع يحكمها الاقوى، تارة يحكمها اليهودي التركي المسلم المسيحي، متناوبين عليها لانها ارض عموميه، ارض مشاع. هاي فلسطين ارض مشاع، ارض عامه مشاع. هاي القدس ولا هاي الارض مشاع كانت يحكمها الاقوى، واليوم الاقوى هو الاسرائيلي. اليوم حكومه البيبي ابو يائير يقول لك انا فاتحها مثل ما فتحها قبل عمر رضي الله عنه صلاح الدين، انا اليوم الفاتح، وكله يسمى فتح او احتلال. اما هذا فتح وهذا احتلال لا، مرفوض، يا كله فتح يا كله احتلال، انتهى الموضوع. هذا من باب العدل والانصاف، انا اتكلم لك لاني غير مجامل، لانه انت لما تعتدي على الاخرين تسميه فتح، ولما يجون الاخرين يعتدون عليك احتلال، لا هذا مرفوض، لازم نكون شوي منطقي. اذا الارض للأقدم، إذا للأقدم وللأجداد هي لليهود، وإذا للأقوى هي لليهود، وإذا للأكثر تطورا هي لليهود، وإذا للأكثر انفتاحا مع شعوب المنطقة هي لليهود، وإذا للأكثر سلما وأمانا هي لليهود. نعم، أنا شلون أعطي دولة لمرتزق؟ وبالنهاية لو كان هناك دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية راح يهاجر الفلسطيني من الفلسطينية على الدولة الإسرائيلية بحثا عن الأمن والأمان والكرامة والشغل وكل شيء والحقوق والحريات. طبعا كلنا نعرف هذا الشيء، فوين رايحين وين جايين؟ وهذا الصراع كله ترى اليوم القائم كله بفلوس مليارات. المشايخ، القنوات الإخبارية اللي تأجج الصراع، والمشايخ هذا محمود الحسنات مدري السيئات، والمشايخ والقنوات والمطبلين على تيك توك ويوتيوب وفيسبوك والسوشيال ميديا، كل هذا مدفوع له. هسه يجي ناس يعلقون تحت هذا الفيديو مدفوع لهم، يعلق مشان الراتب اللي ياخذه، لأنه الصراع مفتعل عبر حزب خفي اسمه حزب الإخوان المسلمين. طبعا عنده مليارات وتريليونات حزب الإخوان، هو الأغنى في العالم. منين يجيب المصاري؟ من الجمعيات الخيرية اللي يستعطف فيها الناس، لله يا محسنين. في كل 200 متر يوجد، حتى بأوروبا مليانة وبأفريقيا وبدول الخليج، هاي كلها أكثر من مال النفط. مرة رئيس بنك الإخوان المسلمين أعتقد اسمه ما بعرف يوسف ندى، خالد صفا، يوسف ندى، هيك شيء، يوسف ندى أعتقد، مدير بنك الإخوان المسلمين في سويسرا، سوى معاه لقاء الجزيرة. أحمد منصور هذا الخونجي سأله، قال له كم عندكم أموال؟ احذر الرقم كم. قال له حط أي رقم ببالك وزدت وراه قد ما بدك أصفار، وعندنا أكثر. توقعت هالشيء. هذا هو اللي أجج الصراع، وهو حزب سياسي متلحف بالدين اسمه حزب الأخونج أو الإخوان المسلمين. نعم، وهي الحقيقة المرة يا حبيبي. يعني اليوم أي واحد يسبك على السوشيال ميديا ويدافع عن القضية وعنده محتوى عن القضية، هذا يأخذ راتب دفتر دولارات. صمود يقولوا لكم من أوروبا، من كندا، من أستراليا، من أمريكا، وقاعد على مكيف حار وبارد، ويقول لك صمود وانت تموت يا مسكين، يلي انا معك، انت الوحيد اللي بالقضيه اللي انا معك هو المدني اللي يموت فقط، انا معه، مسكين ما له ذنب، مو كسبان شيء. هذا الساقط يشجعك، يقول لك صمود على السوشيال ميديا وعلى الاعلام وعلى القنوات الاعلاميه، هو قاعد هو مرته واولاده والقاده والقوادين ايضا مستفيدين وعندهم مليارات، ورايحه على الشعب البسيط المسكين المال علاقه كليا. هذه هي الحقيقه، ولا زالت التجاره بالقضيه مستمره. واذا الفلسطيني عرف انه راح تصير له دوله او اقليم او يصير سلام ينزعج لانه ينقطع رزقه. طبعا المرتزق يصير اعلاميا يدافع ويأجج، يقول لك لا بدنا عدم استقرار، لأن الوضع المثالي له مرسينرز مرتزق وفوضى، لذلك يتفائل بكلمة ولعت.
يعني الفلسطيني اكثر لحظه ينبسط فيها لما تصير حرب، وخاصه اللي على اعلام والمرتزقين اللي ياخذون رواتب يشتغل شغلهم يشتغل، ورايحه مع مسكين على المدني اللي بالخيمه بالقطاع ولا بغيره، رايحه عليه هذا المسكين المو مدعوم خالص اللي يقول حسبي الله عليكم ليل نهار. كنا سمعناه قال حسبي الله عليكم، اخونا طبعا فلسطيني، مرة طفل رجل وكلهم يعرفون يزين، ما قاعد ينتفع هو مسكين، انت رايحه عليك، انت اللي ما تنتفع من هاي القضيه مو جايك شيء، ترى رايحه عليك ولعبانين عليك وضحكوا عليك. ترى كل من يدافع ويقول لك قضيه وصمود وتحرير وكذا ترى كلهم تابعين لايران وقسم الحزب الاخوانج، وهذا الصراع مؤجج، هذا الصراع مفتعل، الصراع الدائر اليوم صدقوني مفتعل، وصدقوني له مفتين وله جامعات وله مليارات وتريليونات وملايين الدولارات وله دعم غير محدود من اجل تاجيج الصراع الليل مع النهار، وكل راح يعلقون هنا وكذا وكذا، كلهم مدفوع لهم. وكل من يعمل يقول لك محتوى ونحرر من اوروبا وكذا ياخذ راتب، خذها قاعده عامه. حتى ان الاوروبي المشرد بالشوارع المحشحش والمحبحب اعطوه مصاري صار يطلع مظاهرات هنا في اوروبا. الصراع كله مفتعل. اذا تشوف واحد فلسطيني حمساوي باوروبا شايل علم للفلسطينه اتاكد انه مو طالع مجانا وتارك شغله وعيلته، لا، هذا عنده فلوس وتنسيقيات وعنده دعم. حتى لو تصير مظاهره للاوروبيين ويروح واحد فلسطيني يشك العلم بالنص هيك على اساس صدفه، ما هي صدفه، اخذ فلوس. الصراع كله مدفوع له، كله ممول. الصراع وتأجيج الصراع تدفع عليه تريليونات مشان القضية. اوعكم تحاولون تقنعون واحد عنده أموال ويدافع عنها، لا، ما يقتنع. ليش؟ موظف. زين، الأرض لمن؟ لما تسألوا لي الأرض لمن؟ للفلسطينيين ولا للأخوة اليهود؟ أنا أقول عيشوا وتعايشوا، والوطن حيث الحقوق، وأنت يا فلسطيني كنت حمساوي ولا غيره عايش على نفس الأرض وجايتك حقوق أكثر، انبسط وخلص. هذا المنطق يقول كذا. وفي فلسطينيين للأمانة فعلا أخذوا هذا القرار ومتعايشين في حيفا والجليل والخليل وتل أبيب وفي كل مكان. يقول لك حقوق جايتني وخلصين. أما الممول المرتزق لا، هذا ما يكفي، يقول بدنا نحرر ونأجج، يدافع عن أفكار هو أساسا غير مقتنع فيها فقط لأنه يجي أموال. هذا الصراع مفتعل، هذا الصراع مفتعل، كل حرف يقال على السوشيال ميديا بخصوص هاي القضية الكدش مفتعل ومدفوع له مصاري. ومي رايحه غير على الفلسطيني المسكين المسحوق المنتوف يلي يموت بمئات الالاف. طبعا انت تعرفون البشر اهم من الحجر، يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال هدم الكعبه اهون من اراق الدم. يعني اليوم الاقصى كحجر مو اقدس من دماءنا ودماء اطفالنا، وليس فقط عندكم بل حتى في الدول العربيه قتلتوا السنه من اجل كذبه الصلاه في الاقصى وهذا الدجل. عيشوا وتعايشوا، المهم المنظومه الحاكمه عادله وخالصين وانت على نفس الارض. هذا المنطق. بس لا منطق هو تاجيج الصراع، الممولين المرتزقه يلي قلت لك اساس الممولين هذول فيهم عرق الارتزاق من جزيره كريت، ولليوم للامانه مع جنرال روماني اجوا قبل مشان يقاتلون اخوتنا في اورشليم، والان نفس الشيء مع ايران، وهكذا نفس المهنه ممارسينها رز مرتزقه للامانه يعني. وهي هي الحقيقه. فما تسالوني الارض لمن الارض للاقوى بالنهايه، المنطق العام، وذل الاجداد هي لليهود وذل الاقدم هي لليهود، وفعلا اول من ملكها وحكمها هم اليهود. اما الفلسطيني مسكين ما حكم